السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنكمل بقى معاكم تجهيزاتنا لشهر رمضان الكريم، وهنعمل النهارده فانوس جديد وحصري واول مره تشوفوه ان شاء الله. جبت بقى البطرمان البلاستيك ده، وممكن تجيبيه من اي سوبر ماركت او اي بطرمان متوفر عندك او حتى ازاز، بس انا هنا هستخدم البلاستيك عشان الفانوس ما يبقاش معايا تقيل. نضفته كده وشلت الاستيكر اللي عليه، وقصيت قطعتين كرتون مربعين زي ما انتم شايفين، اكبر بس من القاعده بسنتي واحد. هبتدي بقى ان انا اغلفهم بالفوم الاسود. انا هنا هستخدم الفوم الاسود في الفانوس بتاعي النهارده، وتقدري تستخدمي اي لون طبعا تفضليه. استخدمت هنا الفوم جليتر بس مش باللي بيلزق. انا هنا ابتديت ان انا الزق طبعا بالشمع. هبتدي ان انا الزق كده الجنب الاولاني، واقص المربع على قد قطعه الكرتون اللي انا استخدمتها. وبرده هبتدي ان انا طبعا بسوي بس اي زياده طلعت منها. انا عايزه الفانوس بتاعي يطلع في الاخر تمام ومفيهوش اي زيادات والشغل يكون مظبوط. انا كده غلفته من الجنبين، وادي القطعه التانية. ابدا بقى ان انا اغلف الجوانب. استخدمت هنا الفوم الذهبي، وبرده تقدري تستخدمي اي لون انت عايزاه. انا بديك الفكره، والالوان دي حاجه بقى ترجع لك وده لذوقك. هبدا كده ان انا قصيت شرايح رفيعه على قد سمك الكرتون اللي انا مستخدماه. هنا الكرتون حوالي نص سنتي، وهبدا ان انا اغلفه من الاربع جوانب، واطبق نفس الكلام ده على القطعه التانية. ويا ريت لو عجبكم فانوس النهارده ما تنسونيش في اللايك والتعليق الجميل، عشان بيرفع من معنوياتي وبيرفع كمان من الفيديو ان شاء الله. هبتدي ان انا اغلف القطعه دي، ونفس الكلام هطبقه على القطعه التانية من الكرتون. اهي غلفت اول واحده، وادي كده القطعتين معايا. كده بقى هبتدي ان انا اجيب البرطمان اوريكم تقريبا شكل الفانوس كده ابتدى يظهر معايا شويه. هبدا ان انا دي كده معايا القاعده، ومعايا الجزء اللي انا هحط عليه القبه. انا جبت هنا السلك ده مش سلك دش، بس تقدري تستخدمي سلك دش. ده سلك بتاع الفلاتر، بيبقى فاضي من جوه وخفيف. حاولت ان انا الفانوس ما يبقاش معايا تقيل النهارده. وبطل الفيديو بقى معايا النهارده هو الشريط الذهبي ده. هتقولي لي جبت الشريط ده منين؟ الشريط دوت اللي بيبقى موجود حوالين التورت، تقدري تجيبيه من اي حلواني او اي حد بيبيع مستلزمات الحلويات. بصراحه ما اشتريتوش، هو كان عندي جاي في تورته، بس عارفه ان انا هستخدمه وشلته. ابتديت بقى ان انا قصيت شريط كده رفيع على قد الغطا بتاع البرطمان. انا عملت الشريحه بنفس العرض بتاع الغطا، لفتها حوالين البرطمان زي ما انتم شايفين كده. ابتدي ان انا الزقه كده زي ما انتم شايفين على القاعده من تحت. هيبقى معايا دي ده القاعده بتاعه الفانوس. الجزء ده اللي انا هحط فيه وحده الاضاءه. هنا انا عملت حاجه بس انا صلحتها في الاخر، بس انا هقول لكم طبعا عليها. انا دلوقتي بعد ما انا هغلف طبعا هنا نفس الشريط الذهبي ده حطيته كده في القاعده. طبعا هو الشريط عندي مش عريض، عشان كده ما جاش قطر الدايره كلها، بس عادي اتصرفت وكده كده مش هيبان. ابتديت ان انا اجيب الشمعه كده، وابتديت ان انا الف جزء من الفوم حواليها، لان الجزء اللي انا بلفه ده هو اللي مش بيخلي الشمعه معايا تتحرك جوه الفانوس. ودي عملناها في كذا فكره فانوس قبل كده. هبدا ان انا الزقها كده من الجنبين، وهبتدي ان انا اثبتها في القاعده. وبعد بقى ما اثبتها، الخطوه دي المفروض ان انا كنت عملتها بس صلحتها الحمد لله في الاخر، ان انا لازم افتح قبل ما اخلص شغل في الفانوس، افتح الفتحه بتاعه الشمعه اللي انا هقدر ان انا اطفي واولع منها الشمعه. لان انا بصراحه وانا بصمم الفانوس المره دي ما كنتش غرضي ان انا هقفله خالص انه مش هيفتح. كنت فاهمه ان انا هفتح واقفل الفانوس كده عادي، بس انتوا هتشوفوا ان الفانوس في الاخر ما كانش ينفع انه يتفتح خالص. فانا اتصرفت وفتحت الجزء ده في الاخر خالص، بس عشان ما يتعبكيش في الفتح افتحيه من دلوقتي قبل ما تكملي الفانوس خالص. جيت كده ورزقت القطعه التانية من فوق اللي هي تبقى قبه الفانوس. وابتديت برضو ان انا الزق نفس سمك الشريط الذهبي اللي انا حطيته في القاعده، برضو هلزقه على البطرمان من فوق. هيبقى كده معايا الشريط من فوق ومن تحت كده زي ما انتم شايفين كده. وهبدا بقى بعد كده اوريكم هنعمل فيه ايه ان شاء الله باذن الله. بعد ما الفانوس يخلص هتعرفي ان انت ما شفتيش التصميم ده قبل كده خالص على اليوتيوب. انا كده جبت الشريط او السلك اللي انت هتستخدميه، سواء سلك دش او سلك فلتر. لفيت عليه شريط رفيع من نفس الشريط الذهبي. انا هنا هطلع لك الفانوس في الاخر شكله فانوس معدني، يعني كانه معدن مش كانه معمول من الورق او من الفوم او من البلاستيك. ابتديت الف عليه بالطريقه دي كده. طبعا باخد طول السلك ده من طول البطرمان بلفه زي ما انتم شايفين، حطيته كده بشكل مقوس كده، وهبتدي افتح له فتحتين تحت. انا عايزه في الاخر ان انا اما الزق القاعدتين بتوع السلك الاقي ان الجزء اللي فوق الدوران ده بقى في القبه بتاعه الفانوس من تحت كده. يعني انا عايزه ايوه يبقى ثابت زي ما انتم شايفين كده. هيبقى دي كانها زي بوابه كده، وده تصميم جديد ان شاء الله يعجبكم. هبدا بقى ان انا اثبت الاول اليمه الاولانيه كده، واثبتها بالشمع كويس. طبعا انا فتحت فتحتين في الكرتون والفوم عشان تديني عمق شويه اعرف ادخل فيه السلك ده ويبقى ثابت معايا. بحاول برضو ان انا لما اعمل الحاجه ما تبقاش الشكل بس، لا اقدر ان انا اخليها تعيش معايا وقت اكبر، علشان دي طبعا الحاجه دي الولاد بيستخدموها وتبقى موجوده ديكور، تبقى موجوده معايا وتعيش فتره اطول. وابتديت برضو ان انا اثبت الجزء الثاني من السلك زي ما انتم شايفينه اهو.
وكده بقى ثابت معايا من تحت. هبدأ ان انا اثبته من فوق برضو، وهكرر برضو نفس الكلام في الجزء التاني او اليمة التانية من الفانوس، برضو نفس القطعة بنفس المقاس. هبتدي ان انا الف عليها برضو الشريط الذهبي اهو، وهبتدي برضو ان انا اثبتها بنفس الطريقة. يبقى كده معايا من الجهتين السلك اللي انا زينته بالشريط الذهبي ده. طبعا لو مش عندك الخامة دي اللي انا استخدمتها اللي هي بتبقى جاية في التورت اللي هو الشريط الذهبي ده، تقدري تستخدمي مكان الخطوة دي فوم او اي شريط تزيين. لو مش عندك يعني مش لازم اوقف الشغل الفانوس على خامة مش متوفرة، برضو اسألي وشوفي. وممكن برضو استخدم مكان الشريط الذهبي ده شرايط الليزر او الشريط التاب الليزر اللي هو بيبقى بيلمع، اللي استخدمته معاكم في كذا فكرة قبل كده، هيديني برضو نتيجة كويسة جدا. جبت بقى اللمبه المحروقه دي، طبعا انا مش برمي اللمض المحروقه عشان عارفه ان انا هستخدمها في الافكار كتير. وخدت القبه بتاعتها كده اللي هي الجزء الابيض المدور ده، وابتديت ان انا احط شرايط زي ما انتم شايفينها بالتقسيمه دي كده. برضو عملنا الفكره دي في فانوس قبل كده، الجزء اللي فوق ده بس كان بالفوم. هنا استخدمت برضو نفس الشريط الذهبي ده، وهبدا ان انا اثبتها كده. هيبقى دي معايا الجزء اللي انا هستخدمه في قبه الفانوس. هتقولوا لي جبت استك ليه؟ هقول لكم ان انا الاستك الاسود ده، لان انا لو حطيت الفوم الاسود الجزء اللي تحت ده فيه دوران، هيبقى معايا فيه فرق وانا بلف كده مش هيبقى مريح. فانا عجبني فكره الاستك هنا علشان خاطر بتشديه براحتك وبيديك الدوران من تحت، ومش هتلاقي فيه اي فوارق خالص بعد ما تلزقي. برضو تقدري تستخدمي مكانها اي حاجة تانية. هبدأ بس ان انا كده اثبته كويس، وبعد كده هبتدي ان انا الزقه فوق. بس قبل ما الزقه فوق جبت شريطين عراض، العرض 2 سنتي من نفس برضو الشريط الذهبي، لزقته كده زي اكس. وهبتدي بعد ما الزقه اشيل الزيادات طبعا اللي في الحرف دي. هيعمل معايا برضو من فوق ميكس كده الجزء المعدني او الذهبي اللي انا في اللي هي فكرة الفانوس النهاردة. حاولت النهاردة نستخدم خامات متوفرة عندنا في البيت ان شاء الله، وفي نفس الوقت نتيجة مختلفة، ويطلع ان شاء الله فانوس يعجبكم في الاخر. انا دلوقتي ببتدي بقى ان انا الزق قبة الفانوس. ابدأ ان انا اثبتها كده في المنتصف، وبعد كده هبتدي ان انا اعمل الايد بتاعه الفانوس. طبعا ايد الفانوس برضو استخدمت نفس الجزء اللي انا استخدمته، بس طبعا اقصر على حسب الايد اللي انت الطول اللي انت عايزاه. ثبته برضو، فتحت فتحتين في الفوم، وابتديت ان انا اثبته بالشمع وبنفس برضو الشريط الذهبي. فرغت كده جزء منه عرضه حوالي 3 سنتي، وبطول البطرمان من اول الجزء الذهبي اللي احنا لازقينه الشريط الذهبي لحد تحت. فرغت كده شباك ولزقته من الجنبين، بقت نتيجة زي ما انتم شايفينها كده. طبعا هنا هبتدي ان انا افتح الفتحه اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو اهي، دي كده اللي انا هنور منها الفانوس. وننوره بقى، ايه رايكم؟ يا رب يكون عجبكم. اظن فكرته جديده وشكله جديد ومختلف، وكمان تحسي كده معدن، مش تحسي بيه خالص ان هو فيه ورق او فوم. وهنا لما طفيت الاضاءه طبعا شكله والله على الطبيعه اجمل وباين اكتر. يعني حاولت ابينه لكم باي شكل، بس زي ما انتم شايفينه كده. يا رب يكون عجبكم ان شاء الله، وانتظروني في فكرة جديدة وافكار كتير لرمضان باذن الله. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.